السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة سهلة قوي وبسيطة من غير ما يسود منك، واحلى كمان من اي مكان. هنجيب طبقين، هنحط في اول واحد كوبايتين من الفول، والطبق التاني هنحط فيه نص كوبايه من الفول المدشوش اللي بيتعمل بيه الفلافل، وعليهم نص كوبايه من حمص الشام وربع كوبايه من البليله. حمص الشام هنا اختياري، بس لو عايزين تزودوا القيمه الغذائيه حطوه. والبليله زمان عربيات الفول كانت بتحطها، علشان كده طعم الفول عندهم كان مميز. وهنغطيهم الاتنين بميه سخنه، ونغطي بالطبق حوالي 12 ساعه من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل على حسب هتعملوه امتى. بعد ما يعدي الوقت نصفي الاتنين على بعض ونحطهم في حله، وعليهم 2 جزره مبشوره وطماطمايه مقطوعه نصين وخمس فصوص توم سليمه وثلاث ليمونات من غير تقطيع. وهنغطيهم بميه مغليه ونحطهم على النار تكون عاليه قوي لغايه لما يغلوا كويس، حوالي كده نص ساعه. وبعدين هنهدي النار خالص على اقل حاجه عندنا. هنلاقي الميه اتشربت وقلت خالص كده، ما نسيبوش ينشف. هنزود ميه مغليه تاني ونسيبه لغايه لما يستوي ويبقى زبده كده. هياخد في الاول حوالي ساعه وربع، هنلاقيه طري واستوى كويس، بس مش هيكون وصل للمرحله اللي هيعمل فيها الغيره الحلو دوت الا بعد حوالي نص ساعه كمان على نار هاديه قوي. ولازم نتابعه ونقلبه من وقت للتاني علشان ما يلزقش وما يشدش من تحت. وبرده الميه احنا مش بنزودها كتير، احنا بنزود اول باول علشان ما يبقاش مليان ميه. وبس كده خلاص. اعملوا منه كميه وشيلوه متقسم في الفريزر، وطلعوا منه كل يوم يفك، هتلاقوه كانه لسه معمول. جربوه وقولوا لي رايكم ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.